حبايبي اهلا بيكم معايا النهارده ان شاء الله هنعمل اكله حلوه واكله موفره من الاطباق اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. هنعمل مكرونه بالبشاميل بس بطريقتين مختلفين. ماشي، يلا بينا نصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا حطيت ميه عشان اسلق فيها المكرونه الاقلام بتاعتي، ومعايا هنا طاسه حطيت فيها ماده دهنيه، سمنه او زيت زي ما انت عايزه. حطيت فيها شويه بصل، يعني قيمه بصلتين. نزلت بالمكرونه بتاعتي عشان تتسلق، وحط لها شويه ملح، مفيش اكتر من كده، مش هقلبها بقى كل شويه. وفي الطاسه حطيت فيها ماده دهنيه، وحطيت فيها كميه البصل اللي انا عايزاها، مثلا بصله او اتنين. معايا فلفل الوان، تمام. معايا هنا شرايح صغيره فراخ، كنا عاملينهم من اليوم اللي احنا عملنا يوم في توفير، وفرنا كده وعملنا زي شاورما كده. معايا واحده مرق الدجاج، وحبه فلفل اسمر، حبه بهارات فراخ، حبه ملح، حبه قرفه على جنزبيل. البهارات الحلوه اللي عندك حطيها، اي حاجه حلوه عندك حطيها، بس المهم القرفه على الجنزبيل بتخلي الطعم حلو. صفيت بعد ما حمرتهم، صفيت الزيت بتاعي، ورحت جايه مشوحه كمان بصله تانية عشان هنزل بيها بلحمه مفرومه. انا هعمل المكرونه النهارده بلحمه وبفراخ زي نجرسكو كده، وباللحمه. حابه تعمليها بالبسطرمه، حابه تعمليها بالصدق، مفيش مشكله. انا عامله صاج النهارده مكرونه محترم، مش مكلفني اي حاجه. جايبه معايا كيلو وربع مكرونه، وعملت بيه الصاج المحترم. هنا معايا معلقتين دقيق، ومعايا كيلو لبن، قلبتهم على بعض، وحطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر ومعلقتين سمنه. ملح وفلفل اسمر ومعلقتين سمنه ومعلقتين دقيق على الكيلو لبن. حطيتهم على النار علشان خاطر اعملهم بشاميل. ده بشاميل سريع، ده بشاميل المطاعم، تمام. هقعد اقلب فيهم كده عشان ميبقاش فيه كتل ولا فيه اي حاجه. يغلي معايا غلوه واحده بس على النار، وخلاص على كده. البشاميل اللي جاهز معايا وزي الحرير. بص عامل ازاي. عندك جبنه موزاريلا، البشاميل اللي معايا زي الحرير. بصي، ولا تكتلات ولا اي حاجه، تقفي معاه على النار كده هيبقى معاكي عسل عسل عسل. في جبنه بقى موزاريلا حطي حته، في جبنه مثلثات حطي حته، كل ده بيزود الطعم. عندك قشطه حطي حته. جبت الصاج بتاعي اهو، ما دهنتوش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. حطيت فيه شويه بشاميل من تحت، والبشاميل اللي من تحت ده بيفرق جدا، خلي بالك، خلي بالكوا يا بنات. حطيت نص المكرونه اللي عندي، انا جايبه كيلو وربع مكرونه للصاج ده، ويعتبر برضو ربع لحمه، ربع فراخ وربع لحمه. وعملت الصاج المحترم ده، هو اللي كلفني حته الجبنه الموزاريلا بس. معايا قطعه من الجبنه الموزاريلا اهو، انا جايبه حوالي ربع كده. حطيت بقى حته جوه عشان وانتي بتاكلي بتشد كده، بتبقى طعمها ايه، تحفه. لازم تحطي حته جبنه من جوه. تسقيها بقى شويه بشاميل كده زي ما انت شايفه. عايزه تخففي البشاميل، عايزه تزودي تتقلي البشاميل زي ما انت عايزه، بس انا شايفه البشاميل كده كويس. حطيت اللحمه معايا اهي، فراخ اللي هي زي الشاورما، ومعايا اللحمه الناحيه التانية. بصوا الجمال، والصاج مليان بسم الله ما شاء الله، ده ربع وده ربع، تمام. هسقيهم بقى البشاميل اللي فوق اللحمه، وارص الرصه التانية بتاعه المكرونه. رصينا الرصه بتاعه المكرونه، هنكب بقى البشاميل اللي عندنا كله بقى، تبقى ايه جوسي كده، وتبقى طريه وجميله جميله جميله. بصي البشاميل عامل ازاي، شكله عامل ازاي يا ولاد، يفتح النفس لوحده والله. يا جماعه بتعملوليش لايك ليه؟ هو انا الفيديو اللي انا بنزله ما بيعجبكوش؟ ما بتعملوش لايك؟ اعملوا لي لايك كده ودعموني عشان نفسي تتفتح على الشغل. ماشي يا حبايبي، ربنا يخليكوا ليا يا رب. حط الجبنه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، رص الجبنه من فوق. دي بقى اللي بتحمر الوش، ولا محتاجين بيضه ولا محتاجين اي حاجه. حطي الجبنه على قد ما تقدري من فوق، جبنه موزاريلا او جبنه رومي، وجبنه رومي بتدي طعم جميل كمان. لو عندك حته جبنه تركي كده حطيها كمان مبشوره، بتبقى عسل. بص وش المكرونه بقى والصاج بتاعنا ما كلفناش غير الجبنه بس. قطعي بقى كده من جوه طريه ولذيذه وجميله. عندك بالفراخ، عندك باللحمه، عايزه تعمليها بالبسطرمه ماشي، عايزه تعمليها بالصدق ماشي، كل ده ايه ينفع في المكرونه. عايزه تعمليها في قوالب صغيره مفيش مشكله. ايه رايك بقى في الفكره والحلوه دي؟ يا ريتكم تجربوا وتعملوا كده ودعموني.